ليك صاحب عزيز عليك لا تشاركه، يعني ما تخشش معاه شراكه، عارف لو دخلت معاه شراكه واخوك وحبيبك وعمرك كله والله هتخسروا بعض. صح بجد، وتناسبوا، ولو انت ناسبته برضه هتخسروا بعض. ازيكم يا حبايبي؟ لا ده لحمه والله، اللحمه الكيلو ب 400 جنيه. لا علي صوتك يا حبيبي، علي صوتك يا ماما، علي صوتك، بقول لك الكيلو ب 400 جنيه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ والله العظيم لكم وحشه كبيره. بس كده؟ اي والله. عشان حاجه نشوه كانت انا يعني كنت عامله رز وعدس وبتنجان، كانت بعافيه شويه بس الحمد لله. انا بعافيه. انا هموت انت عملت كده ازاي؟ ده خلصت الاكل بسرعه ازاي؟ ده زي الضرب. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم يا جماعه؟ النهارده وكنت وحشوني قوي عشان بقالي كام يوم ما طلعتلكوش. كلنا ما طلعنا. تعالوا يا جماعه اقول لكم السبب. اول امبارح ايوه فجاه لقيت ايه؟ وفجاه ايوه عايز حته من غير دهن. كملي يا حبيبتي. لا مش هقدر. ماشي. نزل يا جماعه من تحت الترابيزه. لا والله قاعدين يا جماعه اليومين اللي فاتوا دول ما كانوش يومين حلوين. بصوا اللحمه كان بيتنا مبرجل برجل، يعني ربنا ما يوريكم ما شاء الله. بس الحمد لله احنا يعني بنتغلب على اي حاجه بتجيلنا والله. نستعين بالله وتلاقي ربنا بيسر الامور. اهي لحمه مسلوقه. صح يا استاذتنا؟ ان شاء الله. عايزه ايه؟ ان شاء الله. بتسد بقي دي ولا نهي؟ بس الحمد لله احنا حلوين وكويسين وعامله لهم النهارده فاصوليا باللحمه. ما اللحمه دي يا جماعه ماما ده هي قصده بتقعد تنقي المستوى. بص منقيه ايه يا امير؟ منقيه حته دهنه مستوي. طب على فكره ده حته دهنه نانو الدهنه دي تخليكي مخلبصه وتبقى زي الجاموس. بتقول لك عامله حته دهنه، انا هاخد الدهنه اجيب لك انا حته ثانيه. ما عادش بتروح الجيم ولا ايه؟ لا من عينك. بجد؟ بص دي ده ايه؟ دهنه برضه. خسيتي كام كيلو مع الجيم؟ مع الجيم مش قوي، الجيم ما بروحش اخس، ما بنلعبش العاب اخس. والله يا جماعه يعني انا هاكل رز وفاصوليا. انا بحب الرز والفاصوليا يعني. ممكن تقول لا مش عشان تخيس، راح تعملي عضلات؟ والله مش عضلات اكيد مش عضلات هنا. هو الدكتور قال لي لازم تعملي عضلات على الظهر. بسم الله على يا ولد اسمها عضلات ظهر عمود الفقري. مش عارفه هو قال لي كده. ما سمعتش قبل كده. والله هي الرز والفاصوليا حلوه يعني، اللي يرضى بقلوله ربنا يكرمه. طب انت الفاصوليا بتحبها والله؟ طيب ما فيش لحمه، ما تفهمي. ما فيش لحمه. امال ايه دي؟ انت اديتيني. يا سلام، انا من امتى بديك؟ مش الستور. يا جماعه بصوا يا جماعه اللحمه حلوه. يا مدام لسه 28 يوم. اللحمه حلوه. بس انا مستعجله. امال دي ايه كلها ايه؟ بجيب وبعدين دي ما هي اشمعنى اتكيت هنا ما اتكيتش هنا؟ لا على اللحمه دي. ما طلعك وحشه ازاي؟ وبعدين بقول لكم يا حاجه، ما انتوا تحترموا نفسكم، دي لحمه. دي لحمه. بصوا يا ولاد والله انا كان في ثلاجتي كميه خير، مش عارفه اللحمه اللي كانت في الثلاجه دي كلها. بصوا خدوا بالكم علي مشغلين تليفونين وانا من ساعتها ببص ناحيه ثانيه اصلا، محدش فكرني حوله. هو كان علي حاطط تليفون تاني. كملي. بصوا كنت عشان بذبح كتير فدايما يبقى في ثلاجتي حته لحمه كده، حته لا لحمه كده. بنستخسر نوزعها فبناكلها. عمرها ما حصلت والله ده انا والله كتير يعني. انا هقول لكم بذبح عجل خروف انا ما يطلعليش 5 6 كيلو في حياتي، ولو طلع لي حتى 100 كيلو ايه يعني حاجتي وانا حر، بس هي تيجي تاني. تقريبا المفروض ان احنا ناخد كام تلت العجل. سبحان الله كده بياخدوا تلت، بس احنا بنبقى واخدين حته وخلاص. حته وخلاص، لكن تلت انت امال هتوزع ايه؟ ده بيبقى الناس هنا طب ما تلت حلو يا ماما، ناخد سجق وكبده. الناس بتسألني في الشارع هتذبحي العيد؟ الناس مش هتذبح العيد ده اصلا السنه دي، احساسي يعني. ربنا يمسحها على علي ما نشوى جايز ما يقول لك يا رب. جايز الناس تحسبها حسبه ثانيه. يا رب كله يخرج عشان ربنا يشفي. ما ده حقيقي، بس هو عشان العجل دلوقتي دخل على 120,000 جنيه. والله واحد مفرجنا على عجل فاكر يا نشوى؟ والله ب 100 تقريبا 120 او حاجه زي كده وسط مش حاجه كبيرة. لا وحاجه عاديه يعني فاهمين؟ فبصراحه يعني ربنا يسترها كده والناس كده. رد على السؤال يا ماما، تذبحوا قريب ربنا يسهل. طب ليه ما تجيبيش عجلين من فلوسنا؟ الفلوس اللي انا سايبها. انت معاك كام يعني؟ فلوس مين؟ سيبي حاجه يا ابني. ما كانوش 2000 جنيه يا امير عينهم معاه. ما عادش عيني والله، ده هو عليه ليا فلوس. لسه ما بقى. لا مش نسي، انا ما بنساش حقي خد بالك. انا ما بسيبش حقي ابدا. امك في الفلوس مركزه. انا ما بسيبش حقي. بابا عليه لك فلوس؟ او انت عليك لبابا فلوس؟ لا مفيش بينا فلوس. لا والله. مش معنى مفيش بينكم. والله يا جماعه بامانه النشوه دي فلوسها كل ايام نايمه بيبقى معايا.
ربنا كده يديم الثقه. لا حته لحمه معلش الصوص اللي عندي خلص. صوص انا عايز دي مع اللي عندي خلص. انت هتطلع ان شاء الله باذنك يا رب بالحاجه المفاجاه اللي قايلين عليها من 40 سنه دي. كل يوم يطلع فيديو الاكل. امتى هتطلع بقى؟ امتى؟ اسبوعين كده. اسبوعين. طب هتتمي والله انا مش حايش، انا نفسي اطلع بقى طبعا. انا والله انا بس انتوا بينوا لي حاجه. نفسي اشوف انا المفاجأة. بس انتوا بينوا لي. انا نفسي والله. والله يا جماعه انا ما اعرف عن المفاجأة دي غير هي مرة في حياتي اللي شفتها فيها. يعني كان في شويه حاجات كده لازم يتعملوا اول واجراءات جدت علينا كده ما كانتش في الحسبه، فاهمين انتم؟ اجراءات ايه يا بابا؟ والله قانونيه. ابوك عليه شيكات ممكن بيالات وعليه نفقه. وباصم. ابوك عليه قضيه نفقه. يعني نفقه عليه فلوس؟ نفقه دي يعني نفقه. ابو ليه انا بقول له هقبض. لا نفقه دي يعني مراته الاولانيه رفع عليها قضيه. تعرفي تقولي ايه؟ عندك الجراءه. محدش يستغرب مين مراته الاولانيه. عندك الجراءه تقولي. انا ما عنديش الجراءه لاي حاجه خالص، انا هخش انام سليمه معافيه. اسم حد عليه ليكي فلوس؟ عليه ليا فلوس؟ ايوه النبي يا دام والله سؤال حلو يا دام. كنا بس بنقول احسن من هو. اقول له؟ لا قول انا سالت يبقى تقول، ما السؤال مش عارفه. اقول له؟ طب ما انت عندك برضه، انا اشمعنى اللي عندي اللي افتكرته؟ طب ما انت عندك نفس بس اللحمه والفاصوليا حلوين ولا مش؟ اشمعنى دلوقتي اسكت؟ ما عندك نفس صله القرابه واخدين. طب ما تقولي طيب. لا مش من اخواتنا والله. هتقولوا ولا لا؟ ما انا سالت سؤال تجاوب وانا مش اسال. ايه يا حبيبي؟ قولوا انت قلت لي عندك جراءه؟ وانت قلت اجاوب لا. هي بجحة بس هي مش عايزه تعمل نهار. ليه ازعق؟ مش نهار ولا حاجه، بس زعل ان احرج الناس. ازاي يعني حد يسالك مني فلوس على الهوا اقول له لا سالف هات الفلوس اللي عليك. هو على فكره هو عايز يسال بس مش عارف. حد اكل عليك فلوس؟ والله العظيم. صح كده؟ اقسم بالله. طيب. حسبي الله ونعم الوكيل. طب قول اسمه. طب ما تقول اسم اللي عندك. لا يعني اكل فلوس. خد فلوس منها وما معلش رجعت. يعني حديث اللي بقول لك من اخذ اموال الناس، مش فاكر حديث بالظبط. يعني تاخد فلوس من حد وفي نيتك تسديه ربنا يرزقك وتسديه. شوفوا ازاي؟ على حسب النيه. ولو خدت فلوس الناس وفي نيتك ان انت تنصب او تاكلها ما بتلاقي ربنا اصلا خيري بالمصلحه فاهم انت؟ بس انا عايزه بقى اقول بمناسبه ان انت قلت الجمله دي، يعني انت عارف اهو لما يكون نيتك تسد حاجه بتسد. طب انت ليه لما اكون بشتري حاجه بالقسط حاجه كبيره، يعني حاجه كبيره، ليه بتخاف؟ بخاف. عايزه اقول لكم ان احنا بنقعد نتخاصم. انا واحد يا جماعه دخلت قبل كده في مشروع واعتبر خسرت راس مالي كله. راس مالي وراس مال نشأ. لو انتوا مكاني ما تخافوش. لا اقسم بالله اي خطوه بخطها ببقى مرعوب. بنتخاصم والشكل معايا. ببقى مانيش عايزها. والله العظيم البيت ده اجي بعد كده اقول لها لا والله يا نشوى انت كنت صح. البيت ده لما جيت اشتريه كان مخاصمني. والله العظيم. والله البيت الاولاني اللي انا جيت اشتريه انا قعدت ال3 ايام الاولانيين بايته فيه لوحدي. حصل. بس ما بيناش ده. 3 ايام غضبان وساب البيت ومشي. مش هيخش بيته هو على اقساط. يا عم سيبها لله، والله ربنا هيسرها وهنسد حقه. يقول لي لا ما اخشش بيت وما اشتريش حاجه وعليا منها جنيه. طب ما هو احنا مش هنستنى لما يبقى معانا مبلغ نحول. احنا الناس ما بتعرفش تحول. هو فعلا صح. لما تزنقي نفسك في حاجه بالقسط زي جمعيه او حاجه تسديها. لا وتلاقي ربنا يبعت لها رزق. هي بصي الجواز عليك وهو بيكلمني. والله انا ما بقول لك انا بخاف الجواز والبنايه. يعني تلاقي واحد ماشي مثلا عنده حته ارض قام فاحرها وقام رامي المونه في الارض وبتاع وما فيش واحد اصلا يدفع اجره الصناعيه. يجي يبص تلاقي ربنا كرمه والبيت اترفع. انت لو قلت له انت بناته منين وبكام والله هو ما يعرف. الجواز نفس النظام. تلاقي واحد مثلا عنده 3 بنات 4 بنات هشورهم ازاي؟ يا سبحان الله تلاقي ربنا بعت لهم رزقهم. ونفس النظام العريس برضه. لما جيت اشتريت البيت ده بقى فبعت البيت الصغير اللي كان عندي ودفعت مقدم هنا واتبقى عليا اقساط، بس الحمد لله سددتها يعني. ده اللي متابعنا من زمان هيعرف. فكان في الفتره دي كان عليا اقساط حق البيت كل شهر ادفع حاجه. يا لهوي على المرار اللي كان عايشه. احسن. احنا عملنا ايه يا جماعه؟ مالك؟ احنا بعنا هناك وجبنا البيت ده وقعدنا اقساط. اجت العربيه اللي كانت معانا السوداء اللي كانت ضيا ونبير عملت بقى حادثه. بصراحه نشوى ساعه ما شافت العربيه خافت مني وقالوا ان هو خارج منها كان ميت. حادثه او اي حادثه كان ميت والله. والله يعني. كان فعلا العربيه شكلها يخوف فعلا تحس ان طلع منها ماء. دي قالت والله في حياتنا قعدنا راكبين يهديك يرضيك. قمنا طالعين في موضوع ان احنا هنبيعها وطبعا احنا ما بنمسكش من غير عربيه. قمنا جايبين عربيه قسط اللي هي السبورتاج اللي معانا دي.
فقمنا طالعين بالبيت والعربيه مع بعض. تخيلوا ده ما كانش والله، ده ما كان بينام قسط هنا وقسط هنا ومبلغ محترم، فبصراحه كان يخوف. لا بس الحمد لله انا خلصت قسط البيت. العربيه عشان هي على كذا سنه فلسه لها يعني. كان اي حد يخبط على الباب يقوم مقفول. لا والله وراني، عارفه بعد بقى ما خلصت الاقساط كلها بقول لك انت جدعه، يقول لي والله يا نشوى انت جدعه، انا يا ريتني بسمع كلامك. بعد ما نكون مثلا اتخانقنا 6000 مره مثلا. كنت انت تعملي ايه بقى؟ تقوم بعد ما دفعت الحاجات دي تقوم رايحه سايباها، تكون بقى معاكي بقى الحاجات بتاعتك. الشغل بتاعك من الاول. صح تصدق. عمرك اخدت كارد؟ لا عمري. كارد؟ لا القروض بقى يا جماعه احكي لكم انا حكايتي. عندي ان هنا في البلد قروض بتجيب كارد مثلا 5000 جنيه على سنه، تفضل تدفع كله. انت بتجيب الكارد ده سبحان الله تحس ان فلوسه مش حلال كده. كان زمان الظروف الماديه كانت صعبه قوي. كنت اروح بقى انا مثلا انا واثنين اصحابي ولا حاجه نقوم جايبين الكارد ده ب 3000 جنيه 3000 5000. عمري ما خدنا 5. تاخد ال 5000 3000 دول كانوا 3 والله ناخدهم يتصرفوا في ساعه، بس بتبقى خراب. تفضل تسد فيهم سنه كامله كل شهر، شايل هم هتاكل ازاي وشايل هم الكارد ده ازاي. تيجي تدفعه كانوا 500 جنيه او 700 جنيه، ما فيش معاك ال 700 جنيه تدفعه، والست تقف تزعق عند علي في الورشه. لا وبينقوا يا جماعه بتوع الكروت دول بصراحه يعني. هما بنات حلوين بس هم اسلوبهم صعب شويه عشان يجيبوا فلوس يعني. لا اسلوبهم جريء فعلا يعني. لا بس اي كارد اللي بيخش البيت والله بيخرب. والله اوعى حد يفكر ان لما يجيب كارد يعمل بيه مصلحه، والله ما بيعمل. اقول لكم على حاجه، احنا عندنا هنا في القريه بتاعتنا كلنا ورش هنا، ما فيش ورشه قسما بالله جابت الكارد دي الا ما الورشه دي اتكنست اتمسح. مش كروت يا اولاد من اللي بتيجي في التلفزيون. لا ده هي حاجه ثانيه. هم بيقول لك هي كارت بسنه 3000 جنيه 4000 جنيه، الوقت ممكن يعملوها ب5 6 ما اعرفش يعني. بس الكلام ده كان من سنين يعني، من مثلا 7 سنين 8 سنين، اكتر من 8 سنين. جبته من هنا وما شاء الله يعني الورشه بتاعتي كبرت قوي. خربت والله خالص. هو اساسا حرام ولا مش حرام؟ تهيألي حرام، انا ما اعرفش. ولا بقول لك الكارد ده حلال لو انت مثلا مضطر. انا مش هفتي والله يا فاق كواليتي كتير يا باشا، هي فاق كواليتي كتير، بس احنا عن نفسنا جربناه. حلال حرام دي انا ما اعرفش فيها، بس انا اسمع ان هو حرام، لكن انا بتكلم ان هو بيجيب الفقر. مره كان في كارد اللي هو طبعا احنا الضمات يبقوا عارفين الكلام ده، كان في كارد بس كان الحريم اللي بيجيبوه، فانا جبته، فانا عايز حد يجيبه لي عشان الفلوس اللي انا اجيبها مش مقضياني، فقلت ايه هخلي امي تضمني. فطبعا امي ست طيبه مش عارفه ده حرام ولا حلال، ست عجوزه. فالمهم قسما بالله تفتكر ايه ده شويه احلى يوم شفته في حياتي والله. فاكر احلى يوم؟ والله. فالمهم خلاص قلت لامي تعالي اضمنني يا امه، فطبعا ما ينفعش تقول لي طيب يا ابني هاجي معاكم لغايه ما احنا قمنا. كان هو واخته امل، كنت انت وامل او انت وحنان اللي داخلين. لا بس احنا استحرمناها، خفنا ان احنا ندخل امه في اللي على اخر يوم انت رايح عشان تاخد امك عشان تروح تمضي الكارد. امك قالت لك لا انا هموت وما بعملش حاجه، ما رضيتش. انا وبعدين علي قام ساكت، مش متذكر بالظبط، بس انا ما انساش اليوم ده. هي امه اول ما قالت له لا يا ابني انا لو ما عرفتش اتناها عليها والله، هموت ويبقى عليها ذنب كارد ولا اموت وما تصدق، ما رضيتش. عليها فلوس يعني تخش او مثلا لو هو من هي حكتها بالفطره كده يعني ان هي مش مستريحه وحرام. لو هو من باب الحرام هي مش عايزه تاخد ذنب. هي انا في اخر ايامي ومش هعمل كده. علي وقف رجع لورا بقى مات. اقسم بالله انا زي اللي حنان لا حنان اتخانقت والشكل كانت يعني برضه محتاجه فعلا. هي صعبت علي، قلت انا شيء عمره يعني انا بتهيألي ان عمر ما شفت امي الله يرحمها دي عملت ذنوب. ده حقيقي. وانت تيجي تاخد ذنب على يدني سكت والله يا جماعه. انا زي اللي مصدق. عمري ما شفت المنظر يعني. كان في منظر حلو ان الست خايفه من ذنب وتقول لا انا ست كبيره المفروض اموت وانا عليا ذنب، شايله هم الذنب، وابنها فجاه اللي كان مزنوق ومحتاج سكت ما نطقش، خاف يشيل امه ذنب. فكان احساس حلو. الحمد لله. قال لي خش يا نشوى اقنعيها، قلت له لا انا مالي. وباين بتهيألي ماتت فعلا بعدها بايام يا نشوى او حاجه زي كده. سبحان الله. الله يرحمها. قلت له انا مالي. بس هو يعني تبقى الواحد مزنوق فبيضطرش يعني. الناس الوقت اللي في البلد ما لهمش حل يا ولاد. بتيجي على الواحد فتره مش مبقاش قدامه منفذ غير حاجه كده يعني. مش ببرر والله لحد، لا بيبقى اضطرار فعلا. بس هو انا ببقى عارفه الناس ومش عارفه. بس انا بقى اتعصب من ايه؟ في واحده اعرفها مره قبضت كارد راحت دهنت الشقه وجابت مفارش جديده وحاجات كده قدام. هو دي ما هي دي. بس انا بص اسمع ما تقولش انا توهت الاشياء اللي هي جابتها، عشان انت لو قلت صاحبك جاب كذا كذا هيعرف هو مين.
والله فانا توهت قلت دهنت الشقه، هي ما دهنتش الشقه، جابت حاجات اتفه. ورق حائط. جابت حاجات اتفه. طب انت يعني ايه اللي يدينك في كارد وتروحي تعملي كارد عشان تجيبي حاجات تافهه؟ حصل والله. فده يعني مش ببرر برضه يعني. والله يا جماعه بصوا، هو ربنا غفور رحيم. وساعات احنا بنعمل حاجه ما احناش راضيين عنها، بس انت بتبقى اضطراري، فاحنا بنسلمها لله بقى. ربنا يغفر يا رب. ربنا كده ما يخلينا نأذي حد ولا ننصب على حد ولا ناكل على حد حاجه. الحمد لله. بس انا انصحكم نصيحه والله، عودي نفسك لا تتعامليش مع اي حد بفلوس. بتزعل والله من بعض اي حد في الدنيا، والنبي لو اخوك. يعني بمعنى يعني انا مثلا يعني لا تسلفي ولا تشغلي حد من تبعك. لو فلوس اديها ويعرف ان انت مش هتاخدها. انا بعمل كده والله لله يعني. لكن كده لا. حتى لما اكون مثلا بتعامل مع حد وبيننا وبين بعض مصالح، لا ما احبش ده. نبقى علاقتنا كويسه بيننا وبين بعض، لا تشاركوا ولا تناسبوا. احنا عندنا بالبلد كده ليك صاحب عزيز عليك لا تشاركوا، يعني ما تخشش معاه شراكه. عارف لو دخلت معاه شراكه واخوك وحبيبك وعمرك كله هتخسروا بعض. صح بجد. وتناسبوا، ولو انت ناسبته برضه هتخسروا بعض. الناسبوا ده يعني طالما ما فيش بينكم تعامل انتوا حلوين قوي حلوين من بعيد لبعيد كده الحلو. لكن انت تدي لحد فلوس وياخد حد فلوس وتخش وتاخد. انا حاجات كتير تزعل مثلا حد من عيلتي، مثلا ان انا يكون حد في عيلتي شغال في مجال معين وقال لي يقول لي خلاص احنا محتاجين فلان الفلاني يعمل لنا المصلحه الفلانيه. ترضى؟ اقول له لا. والله ما بترضى تجيبه فعلا. اقول له لا معلش. ليه بقى؟ لسببين. اول سبب هو هيضحك عليا في الفلوس. بحكي لكم بصراحه. مصلحه زياده عن اللزوم. المفروض ان هو كريم. وبعدين هيقوم قايل ايه هيقول بقى يعني انا جاملتها وما عملتش لها. طب انا وفي نفس الوقت هي متطوع وانا اصلا مضحوك عليا، فيبقى مضحوك عليا واسمها مجامله ونزعل من بعض، وانا بقول ايه لا ده غالي، لا ده ضحك عليا، وهو يقول لك لا انا ما رضيتش اخد، ما بحبش انا. وغير كده مش هتعرفي تفصلي قوي، صح؟ هتعرفي تفصل ايه؟ المفروض هتديله بزياده. فما بعرفش احتاج انا في حته المصالح نبقى ناس غريبه. اي واحد غريب اعرف اتعامل معاه ويتعامل معايا، اسال ده واسال ده واسال ده، بيضحك عليا ما بيضحكش عليا كده. اعمل لي حته شغل وحشه خليه اعمل لي حته شغل اخد اجرته مع السلامه مع السلامه. لا هو لا دخلنا مع بعض في مشاكل، ولا قال لي انت جاملتيني، ولا انا قلت له انت ضحكت عليا. حقي وحقك. القرايب علاقات السطحيه في القرايب بتبقى حلوه، مش السطحيه يعني نخش مع بعض الحياه وكله، بس تبقى ايه على قد الاساسيات. مظبوط. اعياد مناسبات تروحوا لبعض تجوا لبعض كده. لكن فلوس ومصالح تخش بين القرايب يخسروا بعض على يخسروا بعض والله مهما يكون. ومش هتعرفوا تصحي مين، ده غلط وده غلط. هتقول لي يا نشوى والله ما بتحصلش، نادرا يا جماعه. انا مش بقول ان انا بحكي ده مليون في المية، 90% مثلا يعني. انتوا ممكن تكونوا انتوا ال10 حلوين. السلام عليكم. مع السلامه. استنى يا جماعه قبل ما تقفلوا، انا عندي تهرج وانتقدوا ماما. تهرر ايه؟ ماما ما عادش اعملي شرح. ما عادش بتعمل لي لانش بوكس، واحنا بدأنا الترم التاني بقالنا زمان. بصي يا نانو، انت من ساعه ما طلعت المدرسه، ما اجت المدرسه وامك معيش، بس الحمد لله كل حاجه الحمد لله ما راحش المدرسه. لانش بوكس اللي قدك دلوقتي بيتجوزوا ولو ترد عليا يا ماما. ده خلفت. انا عارف. خلاص جوزوني. ده اللي قدها اتجوز وخلف. انا مش عارف والله. لانش بوكس عيب يا بنت تطلع من بقك. لانش بوكس انت في انا الحضانه. عايزه لانش بوكس. ماما حط لي صوص. احط لك صوص وانت اللي حاطه لك صوص عادي.